أهلا بيكم في مراجعة جديدة. تفتكروا أهالينا زمان قبل عصر السمارت فون كانوا بيقدروا يخلصوا مشاويرهم أو يتعلموا لغة جديدة أو حتى يتابعوا شغلهم إزاي من غير ما يضيعوا نص عمرهم في المواصلات والتدوير؟ الإجابة طبعا هي إنهم ما كانوش بيقدروا. الوقت اللي كان بيضيع منهم زمان هو حاليا الثروة اللي في جيبك. بس الفكرة كلها إنك تستغل الثروة دي صح ولا التطبيقات هي اللي بتستغلك. النهاردة معانا مراجعة لأقوى تطبيق موجود عامل ضجة في مجال تعليم اللغات بالذكاء الاصطناعي على جوجل بلاي، تطبيق هي لاما. وخلينا نقول في الأول إن التطبيقات في حياتنا النهاردة ما بقتش مجرد رفاهية، دي بقت المساعد الشخصي لكل واحد فينا. بيوفر عليك مئات الساعات، وحجم سوق التطبيقات عالميا كسر حاجز ال500 مليار دولار. وده رقم يقولك إننا بقينا حرفيا بنعيش جوه الموبايل محتاجينه إلا 24 ساعة. تطبيق هي لما اللي بنتكلم عليه النهاردة بيتكلم في منطقة كلنا بتفرق معانا، وهي عقدة الخوف من الكلام. بيقدم لك لما اللي هو حيوان اللمة اللطيف اللي انت شايفه كمدرب ذكاء اصطناعي في التطبيق. هيكون معاك، هيتكلم معاك فيديو كول أو شات، والهدف من ده انه يكسر عندك حاجز الرهبة من الكلام اذا كان بالانجليزي او بالاسباني او بالالماني. التطبيق تقييماته 4.6 على المتجر، وده رقم ممتاز جدا. لكن استخدامه بيعتمد على تكنولوجيا او على نماذج لغوية كبيرة، يعني انت بتتكلم مع مخ الكتروني مش مجرد ردود مسجلة. وخليني اقول لك تركه مستخبيه في التطبيق ومحدش يعرفها، الميزه اللي مش كتير من الناس تعرفها عن التطبيق ده انه بيحلل نبرة صوتك ومخارج الحروف بدقة بتوصل ل95% مقارنة بالبشر. وده بيخليه يتفوق على فكرة الكورسات المسجلة اللي ما بتدكش رد فعل لحظي، بتستمر معاها لفترات طويلة وما بتوصلش لنفس النسبة دي. وللأسف هي محققة نفس النقطة دي سلبيات خطيرة للمجتمع. إن ممكن تحصل من النوع ده من التطبيقات إن ناس يستخدموا قدرة الذكاء الاصطناعي في التطبيقات دي عشان يزيفوا مستواهم في مقابلات الشغل الأونلاين. بيعملوها إزاي بقى؟ بيشغلوا التطبيق في الخلفية عشان يمليهم الردود الاحترافية، وده بيضرب مبدأ تكافؤ الفرص. وكمان مش بس كده، ده بيخلي الشركات تفقد الثقة في التقييمات التقنية. كمان في تخوف دايم من خصوصية بصمة الصوت اللي بتتسجل على سيرفرات التطبيقات دي. ممكن تستخدم برضو فيما بعد لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي تاني من غير استئذانك. لو بصينا على تعليقات التطبيق دوت على بلاي ستور هنلاقي ان اكتر تعليق الناس اتفاعلت معاه لمستخدم كان بيقول التطبيق ممتاز كفكرة، بس بيتحول لآلة سحب فلوس بمجرد ما تخلص الفترة التجريبية، والاشتراك غالي جدا مقارنة بالمحتوى. وده بينقلنا لنقطة تانية، وهي ان ازاي المطور بيربح من التطبيق المجاني. التطبيقات مش مجانية او مفيش حاجة مجانية بالكامل. المطور هنا بيكسب بطرق خفية احنا ما بناخدش بالنا منها، زي البيانات السلوكية. يعني بيعرف انت بتغلط في ايه وبتحتاج وقت قد ايه عشان هو يتعلم ازاي البشر بيفكروا. بيبيع التحليلات دي بقى لشركات تعليم كبرى بتشتغل على الذكاء الاصطناعي. طبعا ده غير نظام الفريميوم اللي بيقفل عليك أهم الميزات في نص الطريق عشان تضطر تدفع. يعني التطبيق بدايته مجانية، لكن بعد كده لما انت بتبتدي فعلا تشتغل في تطوير نفسك بيبتدي سحب الفلوس يشتغل. وعشان أكون منصفة في رأيي المهني للتطبيق ده، إنه من عيوب هاي لما اللي محدش بيقولها هي إن الذكاء الاصطناعي فيه بيكون أحيانا مثالي زيادة عن اللزوم. إزاي؟ يعني مش بيعلمك اللغة الواقعية اللي الناس بتتكلمها في الشوارع، ده بيخليك زي الروبوت. لو انت بتدور على بدائل قوية فعندك تطبيقات تانية زي توك بال،
عبقري جدا في المحادثات الحرة. عندك لانجوا، بيتميز بوجود فيديوهات حقيقية مع الذكاء الاصطناعي. وطبعا العملاق إليسا سبيك، اللي ملوش منافس في تصحيح النطق بالملي. فنصيحتي ليك استخدم هايلما كأداة لكسر الخوف من الكلام، بس مش كمصدر وحيد للغة. في النهاية عايزة أقولك نرجع لسؤال المقدمة، أهالينا زمان كانوا بيعيشوا من غير التطبيقات دي لأن حياتهم كانت أبسط ومطالب السوق كانت أقل. لكن احنا في 2026 لو ما اشتغلناش بالأدوات دي صح، العالم هيسبقنا وهيسيبنا كمان ويعدي. فما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو